السلام عليكم. أنا خليل الشريف وده أول فيديو ليا على اليوتيوب. أهلا بحضراتكم. أنا قررت إن شاء الله إن أنا هبدأ سلسلة من الفيديوهات خلال القناة دي، هتكلم فيها من خلال مسارين أساسيين. المسار الأولاني هو ليه علاقة بالأوبريشنال إكسلنس، وأعتقد إن ده مصطلح ابتدى ينتشر مؤخرا جدا وناس كتير تبدأ تستخدمه وتتكلم عنه. فهنتكلم خلال المسار ده عن نظريات كتير في الاوبريشنال اكسلنس زي لين، زي السكس سيجما، زي الكونتينوس امبروفمنت، وازاي نستخدمها في سوق العمل ونستفاد منها بشكل كبير جدا، بشكل برضو يكون عملي مش فقط نظري. المسار التاني هو عبارة عن توتوريال مفصل ومبسط عن تول مهمة جدا من مايكروسوفت اسمها باور بلاتفورم. كلنا طبعا نعرف مايكروسوفت اوفيس، اكسل واكسس وباوربوينت ووورد والحاجات دي كلها، وعارفين اهميتها في السوق. انا اقدر اقول بكل اريحيه وبكل بساطه ان في المستقبل القريب مايكروسوفت باور بلاتفورم هيبقى ريبليسمنت لمايكروسوفت اوفيس. فاعتقد ان التول دي هتهم شريحه كبيره جدا من المهتمين بتطوير نفسهم في سوق العمل، وخاصة في مجال اللو كود نو كود ديفلوبمنت، وهنتكلم عن الجزء ده بالتفصيل إن شاء الله خلال المسار ده. هنا هيجي سؤال مهم: مين اللي هيستفاد من الفيديوز دي؟ أولا طبعا لو أنت سمعت عن المسارين اللي أنا اتكلمت عنهم دول وعاوز تعرف أكتر عنهم، وثانيا لو أنت مهتم بأنك تطور شغلك بشكل كبير وبتكلفة تكاد تكون معدومة، وثالثا بقى لو انت محتاج تعمل كارير شيفتنج وتغير الكارير بتاعك ومحتاج تتعلم سكيل جديدة، والسكيل دي ما يكونش فيها تكنيكال نوليدج عظيم. وياريت تعرفني في الكومنتات لو في حاجة تانية ممكن تكون حافز ليك عشان انت تتعلم السكيلز دي، لان دي هتكون معلومة مفيدة جدا ومهمة بالنسبة لي. مش هطول على حضراتكم، الفيديو ده هو عبارة عن مقدمة بسيطة لإن شاء الله المحتوى اللي هيكون موجود خلال القناة دي، والجد هيبدأ من الفيديو اللي جاي إن شاء الله. شكرا، وهستنى تعليقاتكم بإذن الله. سلام.